بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. أصبح الجزائريون اليوم يغنون بما يسمى بمحمد دمير، الذي كان فريورا ثم أصبح طبيبا للحيوانات ثم أصبح مؤرخا يسوق مصطلحات جديدة وغريبة في نفس الوقت. وإذا أراد محمد دمير أن يعبر عن أفكاره فإنه ليس لها أي معنى ولا أي تفسير بالنسبة لنا. في الواقع في الجزائر هناك فريقان متعارضان بكل معنى الكلمة، ومجتمعان متراكبان في القاعدة التي تمثل الحقيقة الجزائرية. في المستوى القاعدة ينبغي أن نأخذ بالاعتبار نتائج الظاهرة التي تكتسي في الجزائر طابعا فريدا يبدو ماثلا في الحياة اليومية بكل وضوح مما لا نجد له مثيلا في بلد آخر، ونعتمد على تخطيط بيان مزدوج له عمودان نضع في كل جانب الأشياء التي تخص كل مجتمع من هذه المجتمعين من أجل أن نجعل المقارنة بارزة. من جهة نجد أفكار المجتمع الذي أصبحت أفكاره المطبوعة في حالة تشويش كأسطوانة مسحت بالزمن لا تجد عليها بواعث الحياة، وفي العمود الآخر نجد الأفكار الموضوعة لا تعبر عن شيء كأسطوانة لم تحتفظ بأثر سوى أنغام انفصلت عن أفكارها الأساسية. وشكرا والسلام عليكم.